قبل كم يوم كملت 32 سنة بالكرة الأرضية. من بين هاي ال 32 سنة اكو موضوع كلش مهم، موضوع كان لازم يدرس من احنا صغار إلنا، موضوع كان لازم يفهمونا اياه من وقت، موضوع هو اساس كل شيء دا يصير دار مدايرنا. اذا عدلناه كل شيء راح يتعدل. موضوعنا اليوم عن المدد. قبل لا ابدي بالموضوع لازم احط بعض النقاط على الحروف مثل ما يقولون. لازم افهمكم شغله، اني من دا اسوي الفيديوهات هذه ودا اسولف لكم ودا احكي لكم مجرد دا انقل لكم يا تجربه او فد شيء تعلمته او فد شيء دا اقراه في مكان ما او تعلمته من احد. لا اصنف روحي كداعيه ولا اصنف روحي كمفكر ولا اصنف روحي كاي شيء، انا مجرد صديق دا اسولف لكم لان دا اعرف هاي الامور فادتني وغيرت هواية اشياء بيا، ومتاكد راح تغير هواية اشياء بيكم، فليش ما انقلها لغيري؟ القصد من وراء هذا انه اسمع لي اليوم، وان ما صرف لك الحكي في بعض الاحيان بس اسمعني، لاني هنا دا احكي كصديق لا اكثر ولا اقل. المدد هو قوة او عون او تيار طاقة، خلينا نقول يجي من رب العالمين. التيار هذا مستمر وبيه درجات، قد نحس به في بعض الأحيان بهيئة شخص يتدخل بحياتنا، قد نحس به في بعض الأحيان كحالة سكينة أو طمأنينة تخلينا ننام فترة احنا دا نعاني من الأرق مثلا بسبب أمور دا نواجهها. فإذا ردنا نختصر المدد نقدر نختصر المدد بجملة بسيطة، إنه المدد هو الطاقة الإلهية اللي دا تحرك كل شيء بهذا الكون، سواء مسار حياتك، سواء الهواء، سواء المخلوقات اللي دار مدايرنا، بغض النظر كل شيء حوالينا مستقيم وماشي بالمدد بشكل من الاشكال. وان شاء الله قبل لا تخلص هاي الحلقة راح تعرف وراح تتيقن شنو هو المدد وشلون انت تقدر تاخذ اكبر قدر ممكن بكل سهولة بعض التغييرات. وقبل لا نخوض شلون انت تقدر تاخذ من هذا المدد لازم نفتهم بالتاريخ وين كان اكو هاي النقاط اللي تحكي خصيصا عن المدد. ذكر المدد بالقرآن بالطريقة اللي دا نحكي عليها، طريقة انه المدد قد يكون شيء محسوس، قد انت تطلب شيء ويجيك شخص يقضي لك هاي الحاجة اللي انت ما تقدر تقضيها، اللي تدعي ربك انه يساعدك بيها. فالمدد في بعض الاحيان قد يكون تعزيز او دعم أو عون، ونجي نشوف هذا الأمر كلش واضح بالقرآن الكريم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. رب العالمين بهاي النقطة كان دا يحكي عن معركة بدر. معركة بدر اللي تعتبر أول غزوة بالإسلام أو أول معركة بالإسلام صارت بين المسلمين والمشركين عند آبار بدر بالسنة الثانية للهجرة، وتواجهوا 300 مسلم وكم واحد ضد 1000 مشرك. احنا نحكي على عرب يعرفون القتال، يتحملون الصحراء، يعرفون كل زاغور مثل ما احنا نقول بالعامية. اذا نروح نقرأ على معركة بدر، معركة بدر وحدها يراد لها 100 فيديو بس على مود
حدث نوقف يمه ونفتهم ليش صار وشنو صار. بس بما انه موضوعنا المدد اليوم فما اريد اتشعب، اريد نبقى بموضوعنا. النبي عليه الصلاة والسلام من بدأت المعركة بدأ يدعي بدعاء. من دعا وطلب المعونة من رب العالمين وطلب انه ينصر المسلمين ويقويهم ويثبت اقدامهم، اجى الجواب بسورة الأنفال. مثل ما شفنا المدد اجى على هيئة ملائكة قاتلت ويا المسلمين ضد المشركين. هسه ممكن انت تقول لي هذا الامر غيبي واحنا ما نعرف به ولا نعرف تفاصيله، شلون اصدق به وهو امر غيبي؟ نشوف باكثر من مكان بالقرآن رب العالمين يقول هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ايمانك قد يكون بالبداية مجرد ايمان، بس ويا مرور الايام راح تشوف انه الموضوع ايمانك راح تجي نتيجة من وراه، راح تشوف انعكاسات هذا الايمان وهذا اليقين اللي دا يصير عندك راح تشوفه بمدد حقيقي بحياتك. شوف المسلمين باكثر من حادثة، المؤرخين يذكرون اكثر من حادثة صارت انه شافوا ملائكة دا يقاتلون وياهم، ورب العالمين بالقرآن قال إذ تستغيثون بربكم، انه انتم دا تدعون ربكم فاستجاب لكم. يعني بالبداية رب العالمين دز ألف مد بألف من الملائكة، وقفت نقطة كلش مهمة هسه راح أذكر لك إياها. دز ألف من الملائكة وراها يقول لك ما جعلها الله إلا بشرى، دا يقول لك إنه كل هذا اللي صار بشرى إلك لتطمئن قلوبكم، على مود تهدؤون وتعرفون إنه الله وياكم حتى وإن كنتوا قليلين. الله وياكم ودا يمدكم بجنود لم تروها، حتى لو ما دا تشوفوهم أكو جنود دا يقاتلون ويا. وهم بسورة الأنفال يقول سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، يعني جر منهم المدد، ما إلهم مدد، راح يرعبهم باللي دا يصير داير مدايرهم، وانتو العكس نزل عليك الطمأنينة والراحة والسكينة. لا وبآل عمران بجهة ثانية يقولكم إذا صبرتوا وثبتوا أمدكم ب5000 بعد. ممكن أحد يقول لي ليش إجا المدد على شكل ملائكة مقاتلين؟ ليش ما رب العالمين فتح القاع وابتلع كل الكفار وخسف بيهم وانتهى المسلمين فازوا؟ ليش ما من البداية كلها هاي رأسا رب العالمين قادر، أكيد رب العالمين قادر، ليش ما رأسا هيك يسوي؟ وهنا يجي السؤال الأهم. أنت بامتحان مطلوب منك تمر بأحداث معينة، أكو سيستم معين يمشي الكرة الأرضية ومشي البشرية ومشي الكون كله. سيستم ربك اللي ما بي أي درجة أو أي إمكانية إنه يكون مثل ما يقولون margin of error، ماكو أي نسبة خطأ بتقدير. لازم الأمر هيك يصير، لأنه لو ما صاير الشيء بهاي الطريقة كان ما اجى اليوم اللي هسه أنا قاعد بيه قدام كاميرا ودا أسولف لكم على اللي صار. وبنفس الوقت على مود يعلمك، يعني القرآن لكل العصور وكل الأزمان. أنت من تكون بمعركتك، احنا نجي نحكي عن بدر ومعركة وحروب وأبطال، بس أني لأنه أعرف أنت وأني ومعظم البشرية والشباب بيومنا هذا وكل البشرية دا تخوض أكبر معاركها ويا نفسها. وسبحان الله حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول إنه أعظم جهاد هو جهاد النفس، جاهدها إنه ما تسوي الغلط، من أنت دا تحارب رغبتك، لأنه ما تريد ينقطع عنك هذا المدد، ما تريد رب العالمين يعوفك مثل ما يقولون، ما تريد السيستم هذا كله يغسل إيده منك. والغريب بالموضوع، أو بالأحرى هو مو غريب قد ما بهالوقت المادي، لأنه ما قمنا ندور شيء غيبي، قمنا كلش نشوف للأمور بمادية. الغريب بالأمر إنه الملائكة اللي نزلوا بذاك اليوم بيوم بدر شافوهم، مو بس النبي محمد عليه الصلاة والسلام شافوهم ناس من الصحابة وشافوهم ناس من المشركين. مثل الكشف اللي صار الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من شاف الملائكة دا يقاتلون وذكرها بأحد خطبه، أو من سيدنا ابن عباس عليه السلام شاف الملائكة بيوم بدر وذكر الموضوع شلون صارت يعني جنود وريح قوية تعصف بالمشركين وأمطار، شيء ما ينوصف. وفوقها أكثر من صحابي يروي شلون
قاموا يطلعون من بين شعاب الجبال كأنه نمل هيك من كثرتهم، ودا يدخلون على المشركين. وكم مشرك لزم وانأسر بذاك اليوم، وذكر انه اللي اسره مو موجود. وين الفارس اللي اسره؟ قام يدور وين، من ذكره للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال له هيك شكله وهيك طوله وهيك عمامته، قال له هذا واحد من الملائكه. وجود المدد بالتاريخ وبالقرآن وبالسنه خلي نرجع على فكره لغه المدد، وشلون احنا نقدر ناخذ من هذا المدد، وشلون احنا نقدر نواجه كآبه، مثلا معركتنا ويا الكآبه، او معركتنا ويا الضغط، او معركتنا ويا القلق، او معركتنا ويا معظم الامراض النفسيه اللي نعاني منها بهذا الوقت. هذا وقت المعارك الداخليه، وقت اللي كل انسان برغم كل البعد عن الوحده قريبين، احنا قريبين من بعض هسه كلنا، عن طريق اليوتيوب، عن طريق التليفونات، عن طريق الجامعات والمدارس، بس بحقيقه الامر الانسان ما وصل لهاي الدرجه من الوحده بالتاريخ. احنا وحدنا ليش؟ وهسه يجيك الموضوع. المدد، العون، التيار الالهي، الطاقه الالهيه هاي اللي نحكي عليها هي موجوده للكل. يعني مثل ما قلت لك هي ماشيه الكون كله، هي مو محصوره فقط للمسلم، لا هي للكل، هي تمشي امور الكل. شوف رب العالمين شو يقول بسوره الاسراء: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. مثل ما بغير مكان قال نمدهم في طغيانهم يعمهون. ينطي مدد، سواء المدد كان عن طريق طمأنينة للي دا يسويه، أو دي ينطيه فلوس على مود يغير بعد. يعني مثل ما ذكرنا بالفيديو السابق، الرزاق هو سواء مسلم، كافر، يهودي، مسيحي، بغض النظر هو شنو، الرزاق رب العالمين. بس اكو ناس يمددهم على مود يمدهم في طغيانهم يعمهون، واكو ناس يقبض عليهم على مود ينطيهم من غير انواع مدد، غير المدد الرزق وغيره. زين علي شلون؟ أنا شلون آخذ من هذا المدد؟ أهم شيء وأهم مفتاح، كلها بعدين تجي، أهم مفتاح للموضوع صلاة. قبل لا تغير الفيديو وما يعجبك الحكي اسمعني، نبقى نحكي لك علميات بما أنه أنت تريد تسمع هيك. جسمك آلة، هذه الآلة داخلها بطارية تحتاج شحن، هاي الروح تحتاج شحن. النفس تنشحن بالأشياء الدنيوية، تنشحن بالشهوات، تنشحن بكل شيء محرم، بس الروح الأصل هي الروح تحتاج شحن. الروح لازم تشحنها 5 مرات باليوم، تشحنها بهال5 مرات من خلال ما أنت تقوم وتصلي صلواتك. كل ما تصلي توجه نفسك وجسمك وحاسيسك وجوارحك لله باتجاه القبلة اللي هي مكة المكرمة، وتحديدا الكعبة هي النقطة الجغرافية 0. هذه النقطة الجغرافية 0 تخيل، وتذكر موضوع سيرن وياي، شلون سيرن أبحاثهم ومواضيعهم كلها عن الحج والعمرة والطواف. تخيل هذا الطواف المستمر للمسلمين عكس عقارب الساعة بمكة دائما هو عبارة عن كأنه ينشرون نوع من أنواع الطاقة، يوزعون طاقة تنزل للكعبة، والمسلمين بطوافهم ينشروها لكل من يكون ساجد، يطب له هاي الامدادات، يطب له هذا الدعم. او بالاحرى انا بدي اقرب لك الفكره، هاي الامدادات تدوزن الاله مالته، الجهاز هذا اللي دا اقول لك يراد له شحن، مثل الشيخ محمد متولي الشعراوي قال جهاز الراديو بسبب الظروف اللي دا يعيشها الانسان يوميا، بسبب الاعلام، بسبب كلمه يسمعها منا، كلمه يسمعها باليوتيوب، كلمه يسمعها من صديق، يتخربط التردد. يحتاج التردد موازنه، يحتاج احد يدوزنه. على مود يدوزنه هذا الراديو لازم يقوم باهم الاشياء اللي هي العبادات، ويا العبادات يقوم بالعبادات الغير محسوسه، العبادات الداخليه اللي هي اهمها تنظيف القلب ومراجعته. يعني نظف قلبك من اي حسد، اي حقد، اي شيء يوميا ترجع بالليل انت تنظف قلبك على مود تهيئ جسمك وتهيئ قلبك لاستقبال اي مدد ممكن يجي من رب العالمين. تكون جاهز، تكون مستعد. يا ربي اني مجهز، اني اللي علي جهزت هاي الامور. والدليل انه رب العالمين يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. المهم قلبك نظيف، الباقي هو منه، الحال من عنده، تدبير الامور من عنده، سير امورك وحياتك من عنده. بس انت والمطلوب منك هسه انه انت تخوض معاركك الداخليه.
شوف، احنا بالبداية حكينا عن بدر، وجميل الشيء، جميل، حكينا عن معركة بدر وشفنا شلون بحالة معركة خارجية رب العالمين مد المسلمين بجنود 1000 بعدين 3000 5000. النقطة، النبي عليه الصلاة والسلام عنده حديث يقول بيه انه اعظم جهاد هو جهاد النفس، ومعاركنا اليوم كلها داخلية، كلها معارك داخلية. احنا ضد نفسنا بزمن كله مادية ومسيطرة عليه هاي الافكار الوثنية اللي تقدس المادة وتقدس الشهرة وتقدس الفتنة وتقدس اي شيء فكر شاذ ومنحرف. كل ما انت تحاربه بعقلك، كل ما انت ترفضه بعقلك، كل ما انت تقوم تصلي وانت مدى تسمع للصوت اللي تقول لك دعوف هدنام وباكر من تقعد، هو انت هيك وهيك، تريد تصلي هو انت سيء. هاي الافكار، هذا جهادك للنفس. من انت تقول له اسكت وتقوم تصلي، هاي انت تجاهد نفسك. من واحد يلوف عليك وتعذره تقول اعذره، الله يدري هذا راسه وين دايخ وين مفتر، هذا انت تجاهد نفسك. مدى تصير عصبي وتخلي الشيطان يغلبك وتسوي مشكله ويا البشر. من انت تسامح اللي حواليك، تعيش بتسامح مثل ما يقولون، تعيش تعذر الناس، تعذر ابوك اذا قال لك شغله، او والدتك اذا قالت لك شغله، او اخوانك، تنظف قلبك، انت تدوزن امرك. خلص الباقي من رب العالمين يجي. سوي عباداتك وسوي هاي الامور والباقي عليه. الباقي المدد يجي منه. شلون تحس بالمدد؟ المدد راح تحس به، ممكن ما تحس به، ممكن ما تلاحظه بالاحرى، مو ما تحس به، ممكن ما تلاحظه انت، بس المدد مستمر. المدد اللي دا يخليك تمشي هاي مدد من الله، دا يخليك تمشي، المدد اللي يخليك دا تشوف الفيديو، المدد اللي يخليك دا تسمع صوتي، المدد اللي يخليك تتكلم، المدد اللي دا يخليك تاكل بكل سهولة. كلها نعم. المدد عبارة عن نعم مستمرة انت بيها بس انت ما حاس. من تروح تدعي لربك ربي الهي فلان ازعجني وضوجني وسرقني وسوى هيجي، منين شنو اللي اسوي اني بعد؟ طب ورا يومين ثلاثه يجيك واحد يقول لك ليش ما نسوي هيجي، سويت هذا الشيء. هذا اللي رب العالمين سخر صديقك اللي يجي ينقذك ويطلعك من الازمه اللي انت بيها. رب العالمين سخر اخوك ممكن يقول لك حكايه، اسمعني وهيدا احكي لك هسه كاخ كصديق، ممكن بليله انت ما تنام، ارق عندك بسبب الضغوط المستمرة وهاي الشون والقلق وخايف من مستقبل، وانت دا تنسى انه المستقبل وتدبير الامور مو بيدك، مو مهمتك. تدبير الامور والرزق وهاي كلها انت حاير بيها ونايم على فراش، متمدد على فراشك، بعدين تدعي يا رب بلكة تنام، يا رب استغفر الله او تقوم تلزم سبحتك وتظل تذكر الله او تسبح او تستغفر وما تشوف إلا هديت وسكنت روحك، لأن ربك بالقرآن ده يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حللك إياها هو المدد. رأسا نزلت الملائكة عليك وحسيت أنت بالسكينة، نزلت سكينة وطمأنينة عليك، لأن الله ما يعوفك. فأنت محتاج 5 مرات باليوم توقف وتصلي. رب العالمين غني، مو محتاج صلاتنا ولا محتاج ركعاتنا ولا محتاج اي شيء من عندنا، بس الموضوع يفيدك انت بالدرجه الاولى اللي باكر عقبه للفتره المهمه. خلينا نحكيها طق بطق. انت من توقف تصلي انت تشحن روحك بطاقه نظيفه، يعني طاقه على ذكر جماعه الطاقات والهايه، طاقه ايجابيه. المدد طاقه ايجابيه دا تدخل بيك ودا تنظفك وتنقي جسمك وتنقي روحك وتنقي قلبك من كل شيء. انت محتاج هاي الطمأنينة. انت محتاج تواجه شياطينك الداخلية بكلمة الله أكبر. الله أكبر منك. شياطينك، مشاكلك، أمرك اليومي الله أكبر مهما كانت ومهما صارت. الثقل اللي دا تحس بيه الله أكبر منه، الله اللي يقدر يفكه ويقدر يحله. أمر دا تحس روحك أنت ما إلك طاقة بيه، أنت أصلا لا حول ولا قوة، الأمر كله بيد الله. فليش دا تحسس روحك أنه أنت مهمة وأنت تقدر؟ أكو فيديو ذاك اليوم دا أشوفه كان دا يحكي على عنجهية الإنسان. فدا يقول الإنسان 9 شهور ببطن امه يجي رزقه لحد حلقه، ياكل ويشرب وهو لا متحرك من مكانه ولا هاي، هو ببطن امه. يطلع من بطن امه يقضي شقيت 15 سنه 10 سنين هو اسعد الناس. ليش؟ يروح ينام، يقعد من النوم يعرف امه راح تسوي له الريوق، وابوه راح يجيب له اللعبه الفلانيه، واصدقائه ينتظروا بالمدرسه، كل شيء جاهز. يكبر شويه يحس روحه انه انا كبرت لازم اسوي لي شيء، انا لازم اصير شيء. يبدي يتمنطق، يبدي يشوف روحه انه هو لازم يكون الرزاق، يبدي ينسى منه الرزاق. يبدي من هو صغير كان عباله انه الوضع او الطمأنينة اللي هو بيها هو ابوه مسؤول عليها، وما يعرف انه رب العالمين هو اللي خلق له هذا الحال السهل. كان يقدر يخلق له حال صعب، كان يقدر يخلقه بغير مكان، بس سبحان الله تقدير ربك كل واحد له وصفه معينه بالقدر وبالحياه، وصفه معينه افضل وصفه لكل واحد على مود ينجو من هاي الدنيا هي مسار حياته. ربك
مرتب لك الأمور ومخطط الأمور، بس يحتاج الحركة تجي من عندك، النية تجي من عندك، النية تطلع من داخلك. ولا تقول لي هالأمور غيبيات وبهالوقت ماكو هيك شيء، بهالوقت أكثر وقت بهاي الأمور. ليش؟ أحكي لك ليش. احنا هاي الفيديوهات كلها قبل، هاي أول مرة أنا أحكي لكم على الملائكة، وبعدني أنا ما حاحكي على الملائكة، إن شاء الله الفيديوهات الجاية نحكي على الملائكة، أحكي على المدد، الشيء الموجود اللي نقدر نستفاد منه كلنا. الفيديوهات القديمة اللي كلها ما بقيت شيطان ما حكيت عليه، ما بقيت مسيح دجال ما حكيت عليه، أعوذ بالله منهم. أنت تتوقع ربك العدل الحق اللي أنطى أو أوهمهم إن هم متمكنين وعندهم سيطرة على العالم، أهل الله اللي خافوه زين، يتقون الله بالناس زين، ويأدون عباداتهم وقلبهم نظيف ويا داير مدايرهم ويا كل شيء، ايش تتوقع شي يسوي لهم؟ ذوكا عبدة الشيطان زين، اللي يعرف الله شي يسوي له؟ السيستم هيجي. رب العالمين بالنهاية قالوا النصر من عنده، النصر من عند الله، بس صورة النصر جتي عن طريق الملائكة، صورة النصر جتي عن طريق تثبيت أقدام المسلمين. وإذا شغلة أختم بيها، طول عمرنا يعلمونا إنه فلان متكئب لأن خسر عمله، فلان متضايق لأن مريض، فلان ما أدري إيش بيه لأنه هيك صار له بالحياة. صدق وثق وآمن بالله إنه الأمر بالعكس. مشاكلك الخارجية هي انعكاس المشاكلك الداخلية. لهذا رب العالمين قال لك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبك نظف، قلبك صلحت بيئتك، صلح كل شيء داير مدايرك. قلبك يتطهر داير مدايرك، يتطهر كل شيء ثاني بيك. كل شيء انعكاس خارجي، هاي وهم، هاي الدنيا كلها الدنيا هي الدنيا سفلى، وهم. انعكاس هي العالم الحقيقة، انعكاس أمر الله من قال كن فيكون، كونت هاي البشرية والكون كلها انعكاس للمدد الإلهي. بس حقيقة الأمر هو تقدير ما بذرة نسبة من الخطأ، تقدير بأشياء معينة بلحظات معينة، بأنه فلان لازم يموت بالساعة الفلانية، فلان يعيش لهالعمر، فلان يشوف كذا وكذا من الحالات، لعل وعسى يرجع لربه. يعني المهم بهاي الحياة أنه لا توقع بشباك الشيطان، ولا أنه تروح وتنتهي لأي مكان غير الله، لأن حقيقة الأمر هي إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن فمدد الله لكم إنما يتأتى لمستقبل إيماني، فإن لم يوجد المستقبل الإيماني يبقى ما يجيش المدد. احنا قلنا زمان إذا كنت في حاجة في التقبلات السماوية فيها نفسك حاجة، نقول لك إيه؟ صلح جهاز استقبالك، صلح جهاز استقبالك. الراديو بتاعك خربان، الإرسال من المحطة ماشي إنما الراديو فاسدان، هيجيب لك إزاي بقى؟ إذن عايز تستقبل عن الله لازم يكون إيه؟ جهاز استقبالك سليم. أهي جهاز استقبالك دي هي اللي هتيجي تقول لي إيه؟ هيقول لهم النبي ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000. إذن تصليح جهاز الإمداد إن مستقبل الإمداد يكون صح، تصبروا وتتقوا. فكأن الحق سبحانه وتعالى ضرب المثل بالصبر والتقوى في بدر مع القلة فكان النصر. وهنا لم تصبروا على رؤية الغنائم، ساعة رأيتم الغنائم سال لعابكم فلم تصبروا عنها، ولم تتقوا أمر الله المبلغ على لسان رسوله في التزام أماكنكم، فكيف تكونون أهلا للمدد؟ إذن فالمدد من الذي يحدده؟ الله يعطي المدد، ولكن من الذي يستقبل المدد لينتفع به؟ بل تصبروا وتتقوا. إذن فالصبر والتقوى هما العدة في الحرب. ما تقوليش لا عدد ولا تقوليش ايه عدد، عد ما استطعت. ولذلك ربنا لما قال لنا اعدوا ما قالش اعدوا لهم ما تظنون انه ايه يغلبهم، لا، انتوا تعدوا اللي في استطاعتكم، وساعة بعدين ما تعدوا اللي في استطاعتكم واسبابكم انتهت يبقى الكمالة من مين؟ الكمالة من الله.